النهارده طلبت سعد الحرامي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف هو بتقول لي انا ده ابنك، تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. النهارده هنتمرمغ في الفول، فول بالقشطه، فول بالمكسرات، فول بالسجق، فول باللحمه، فول بالفراخ، فول بالمرطه، فول بحاجات كتير قوي النهارده. يلا بينا نشوف فول سعد الحرامي يستاهل ولا لا. عم سعد الحرامي مش هيصنع عيش وسلطات وبابا غنوج وكلام كده كبير هناكله ندوق مع الطواجن، بس اهم حاجه الطواجن كلهم صغير ما عدا واحد هو الكبير. تعالوا نبدا بالكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مش مكتوب عليهم اي حاجه فانا هفتح واكتشف بنفسي. ده غالبا كده دي الغرقانه جبنه. عنده هو حاجه جديده في المنيو كده حطها جديد اسمه غرقانه جبنه. هي ايه بقى اللي غرقانه بالظبط مش عارفه، هنكتشف مع بعض. تعالوا نجيب حته عيش كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هي ايه دي بقى؟ ده بيض ده ولا ايه؟ ده غالبا كده بيض بالجبنه. بسم الله. ده قرص بيض اومليت بالجبنه الرومي، طعمه جميل قوي. او غالبا كده فيه جبنه موتزاريلا تقريبا، بس اللي ضايقه طعمه هو الجبنه الرومي. مفهوش فول ولا حاجه، هو عباره عن بيض وجبنه بس، والجبنه بتشد صراحه عشان هو لسه سخن مع انه بعيد. فتعالوا نفتح السلطه كده. عمركم شفت حد بيحب ياكل السلطه مع البيض؟ بس البيض بالجبنه. سلطه حلوه عامله زي سلطه الكبابجي، بس مش معقوله يكون طاجن الغرقانه ده ب70 جنيه. ده هيبقى غالي قوي يا عم سعد حرامي. وانا فخور ان انا بشتغل حرام. انا ما اعرفش الناس بتكره الحراميه ليه. يعني هما بيضتين مضروبين عليهم حته جبنه رومي وشويه موتزاريلا، مش ب70 يعني. الطاجن ده ممكن يبقى ب70 الطاجن نفسه. نخش بقى على طواجن الفول. طيب نقول بسم الله وندب المعلقه كده ونشوف ده طاجن ايه. ده طاجن فول بالعجوه والقشطه. اول مره في حياتي هدوق فول بالعجوه. انا خايفه خايفه ومش متحمسه خالص. العجوه مسكره قوي وطعم الفول داخل معاها كده، مش عارفه بيعمل ايه بصراحه، مش عارفه ايه اللي جابه هنا. ايه اللي جاب الاشكال دي؟ والقشطه دي برده مديه غناوه جامده قوي، لكن انا ما حسيتش خالص، يعني ما حبيتش خالص طعم العجوه اللي هو البلح المسكر قوي ده مع طعم الفول. ميكس بالنسبه لي دونت ميكس. طاجن قشطه وعجوه ب75 جنيه. نشوف اللي بعده بقى. اللي بعده بصوا، هي احلى حاجه ان الطواجن جايه سخنه. ده برده طاجن على وشه قشطه. ده غالبا كده ممكن يكون اللي هو بالمكسرات، اللي هو بعت 2 عجوه ولا ايه، تبقى مشكله. لا يا عم سعد انت كده غلطت، بعت لي 2 عجوه ليه؟ طب نشوف اللي بعده. تاكش يطلع التالت ده عجوه برضو. لا ده ريحه مختلفه. ده ريحته عايزه الخضروات والبصل والحاجات دي، بس نشوفه الاول بايه. ده باللحمه المفرومه. ده طاجن فول باللحمه، ريحته حلوه قوي فشجعني ان انا ادوقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ده جامد قوي ده. نشوف بقى طبق الخضار المتحبش بالملح والكمون ده. ناخد كده منه حته بصله، ندوق تاني كده بقى. طعمه حلو عشان التوم فيه ظاهر قوي واضح قوي، فتحس ان الطاجن محبش كده. سبحان الله الفول مغطي على طعم اللحمه، يعني ايه، تحس بطعم الفول اقوى من طعم اللحمه. طعم اللحمه المفرومه او العصاج كده بيجي في الاخر مع طعم تتبيله التوم الجميله. حلو قوي. طاجن الفول باللحمه ب65 جنيه. اللي بعده رابع طاجن. ده بقى فول بالمرطه. الراجل ده دلع الفول وخلاها طواجن وخلاها باللحمه وبالمرطه وبالفراخ مش عارف عايز يعمل فينا ايه. تعالوا كده نقول بسم الله. هي المرطه اللي على الوش دي، هي ريحتها ريحه المرطه. بسم الله الرحمن الرحيم. شغال فول بالمرطه. ده طعم المرطه ميكس مع طعم الفول،
يعني زي كده فول بالسمنه البلدي مثلا او فول بالزبده، بس ايه طعم المرطه بيبقى اوفر شويه. حلو. اللي بعده الطاجن قبل الاخير، ده شكله كده ومن ريحته اللي بالسجق. حته سجق كده مع حته فول، مش عارفه ايه اللي بهدل الفول معانا البهدله دي. بسم الله. انا اتمرمنت قوي يا راضي. طاجن فول بالسجق ده حلو قوي، طعم السجق فيه لذيذ، واكتر حاجه حاساها لايقه مع الفول شويه. يعني انا بالنسبه لي كشخصيه انا ماليش في الميكسات دي خالص، بس بتكلم يعني على الذوق عموما. ده طعمه كده حرش، وطعم السجق حاسه شويه لايق مع الفول. ندوق بقى اخر واحد وهو الفراخ. يلا بينا. بصوا طاجن المرطه كان ب65، اما فول السجق ب70، اما طاجن الفراخ ب65. في عنده في المنيو على فكره فول بالجمبري، بس قلت له انا عايز طاجن فول بالجمبري، قال لي لا والله الجمبري خلصان. خليني يعني ايه فول بالجمبري؟ يعني حاجه من الشرق وحاجه من اقصى الغرب. يلا بينا ندوق الفول بالفراخ. احنا عارفين ناكل الفول لوحده، اما هناكله بالفراخ بس احلى حاجه روايح الفول حلوه. بسم الله. طعم الفراخ مدي على بسطرمه سيكه كده، مش عارفه عشان هو متبلها بتوابل اوفر شويه، زي مثلا توم زياده، بصل زياده، بهارات زياده، ولا الحوار ده جاي منين؟ ولو حاطط فيه بسطرمه ولا ايه ده؟ في حته بسطرمه تايهه كده. ماشي. عموما طعمه كويس، حرش كده ومحبش كده. في بقى البتنجان والمخلل، الفلفل ده شكله حلو قوي. بصوا الفلفل الاخضر ده وجماله. واخيرا بقى ماله طبق الفول بالزيت الحار، ولا طبق الفول بالزبده، ولا طبق الفول بالسمنه البلدي حتى، ولا من غير زيت خالص. صحيح بالمناسبه طلع الطبق التاني ده ما كانش فول بالبلح، ده كان فول يعني هو فيه حته بلح، يعني انا شايفاه حقيقي، وفي زبيب ومكسرات، لان هو فول بالقشطه والمكسرات انا طالباه كده، فالقشطه من على الوش والمكسرات جوه، فمش مقرمش قوي لان هي خلاص شربت من ميه الفول، وفي شويه زبيب وشويه برضو بلح يعني او عجوه. بس كده دي كانت كل حاجه النهارده عن سعد الحرامي، وعلى فكره هو بيبيع فول وطعميه عادي جدا يعني. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.